الصداع وقلة النوم والدوخة والمغص والارتجاع وتعب العضلات وعدم القدرة على ممارسة النشاطات، حتى نزول الوزن وإن جسمك يعند ما ينزلش، دايما هتلاقي عامل مشترك هو القولون. علاج القولون بيبقى إيه؟ بيبقى 3 اتجاهات. الاتجاه الأولي ليه علاقة بالأدوية، وده مرتبط بالفحوصات. بنطمن بقى على جرثومة معدة، بنطمن على تحليل البراز، نشوف أي نوع من أنواع البكتيريا أو الديدان أو أي حاجة من الحاجات دي، وبتبدأ تتعالج بصورة كويسة. رقم 2 بإن أنت بتهتم بإن يبقى الأكل بتاعك غني بالألياف، بالخضار والفاكهة وشرب المية، وده الكلام اللي سمعناه كتير وللأسف الناس بتهمل فيه. تالت حاجة إنك إزاي تنظف قولونك بصورة طبيعية. أوتوماتيك أول ما القولون بيتنظف بينعكس على كل الحاجات اللي فيها مشاكل اللي قلتها في بداية الفيديو. طيب ننظف القولون إزاي؟ أنا جايب لك أحد أهم الأعشاب الصحية اللي بتحسن من تنظيف القولون. هي عبارة عن السينا سيدز، او الحاجات اللي احنا بنسميها عند العطار اسمها السلامكة. دي عبارة عن اعشاب بتجيبها بتغليها زي الشاي وتشرب منها كوباية او تشربي بدون سكر مرتين في الاسبوع، بمعدل كل 3 ايام مره. يعني يوم الاثنين مثلا تظبط لنفسك كده مواعيد انك تشرب كوبايه السلامانكا دي يوم الاثنين ويوم الجمعه، وحاول بقدر الامكان في خلال ال7-8 ساعات اللي بعد المشروب ان انت تبقى قريب من الحمام، بتنظف القولون بصوره محترمه. يومكم زي الفل.